وسهلا بكم بحلقتنا الجديدة من برنامجكم دعوة للتفكير. واليوم حكايتنا عن الرسالة والخبر اللي تحمله هاي الرسالة. والمعروف عن الرسالة على أنها شيء مكتوب من شخص مرسل كتبها بها خبر أو أمر أو أي شيء يريد يوصله للمرسل إليه. وزمان لما كانت المواصلات صعبة والناس تريد تتابع أخبار بعضها البعض، كانوا يرسلوها عن طريق القوافل أو عن طريق حمام الزاجل. طبعا هاي الطرق ما كانت تخلو من المخاطر وممكن الرسالة ما توصل وتضيع، والشخص اللي يدز الرسالة يكون عنده أشواق وأخبار يريد يوصلها لأحبابه حتى يعرفون كل أخباره. والرسالة من الأشياء المهمة لأنها وسيلة اتصال الناس بيناتها، خصوصا لما تكون الرسالة هي الوسيلة الوحيدة للاتصال مثل أيام زمان لما ما كان أكو وسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوم، والناس صارت تتعود على الانتظار الرسائل بشوق حتى تعرف الأخبار وتتواصل ويا الأحباب. والرسائل مو دائما تحمل طياتها الأخبار الحلوة بس، للأسف هواي مرات الرسائل تنقل الخبر المحزن والسيء هماتين، وما يقدر الشخص المرسل إلى الرسالة يرفضها لأنها ما تحمل الخبر الزين. رسالة تبقى إله لأنها معنونة إله وما بها أي مجال إنها تنرفض أو تترك، إلا إذا من البداية تجاهلها ورفضها بدون ما يعرف مضمون الموجود بها. وما أعتقد أكو إنسان يرفض أي رسالة بدون ما يقراها ويعرف محتواها، لأن الإنسان بطبعه عنده فضول ويريد يعرف كل شيء. ورسالة تبقى رسالة بغض النظر عن محتواها. الرسالة إذا بها أخبار عن المرسل أو بها طلب لأمر معين أو بها أمر لشيء معين تبقى اسمها رسالة، لأنها مرسلة من المرسل إلى المرسل إليه. وهذا هو مفهوم الرسالة اللي دائما تحمل شيء لازم المرسل إليه يعرف هذا الشيء اللي بداخله لأنها موجهة إليه. ورسالة مو شرط تكون مكتوبة، ممكن تكون شفوية، خاصة لما تكون الرسالة تحمل فد خبر مستعجل لازم الشخص الموجهة إلى الرسالة إنه يعرفها. ورسالة ممكن تكون الشيء اللي نتعلمه من أهلنا وقاربنا أو المدرسة أو الشيطان نفسه. يعني المعروف في تربية الطفل تبتدي بالبيت، واللي يعلم الطفل من البداية هو الأم والأب، ودائما رسائلهم الشفوية في تربية الأطفال ترسل لأولادهم كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم، على أمل أنه أولادهم يطلعون مثل ما هم يريدون أو يكونوا الأحسن. ولما الأولاد ما يسوون مثل ما يريد الأم والأب تبدي نوع ثاني من الرسائل الموجهة للأولاد اللي بيها توبيخ وقسوة بالكلام، وتبدي نوع جديد من الرسائل تطلع، وهاي الرسائل تحمل بداخلها نوع من التنبؤ أقدر أسميها نبوءات كاذبة. يعني لما الأولاد يقصرون بأي شيء يقوم الأب والأم بتوجيه رسائل معينة بها نوعية من النبوءة الكاذبة عن أولادهم، ويقولون للي قصر شايف ليش قصرت؟ لأنك أنت فاشل، ولأنك ولأنك ولأنك، وغيرها من الكلمات الجارحة اللي يستخدمها الآباء والأمهات داخل البيت. والأسوأ من هذا لما تصير مقارنة بين هذا الشخص وغيره. يعني لما الأب يقول لابنه شوف أخوك الأكبر منك، أو يقول شوف ابن فلان أحسن منك وأنت ما تقدر تكون ناجح مثلهم. والمسكين كل يوم يوصل له رسائل من هذا النوع، والمصيبة يبدي هذا الطفل يصدق هاي الرسائل لأنه يثق بالوالدين ويعتبرها رسائل حقيقية. ولما يروح للمدرسة يصير عنده تقصير، نشوف حتى المعلم يبدي يعيد نفس الرسالة له
لمن ما يعرف يجاوب أو يقصر بالامتحان، ويقول المعلم له راح تظل فاشل وماكو فايدة منك. والكلام الأكبر وأقوى من هذا اللي سمعه من البيت، ولما يلعب ويا أصدقائه ويصير نوع من المخاشنة باللعب، نسمع حتى أصدقائه يكررون إلى نفس الرسالة ويقولوا له يا معود روح، لو بيك خير ما كان المعلم ولا أبوه قال عنك إنك فاشل. وغيره من الكلام الجارح اللي يسمعه كل يوم. وبالنهاية يبدي هذا الشخص يصدق الرسائل اللي توصل له كل يوم، ويصير يصدق بأنه هو فاشل. والسبب الرسائل اللي يتلقاها بحياته واللي تحمل خبر الفشل والهزيمة، يصير يصدقها ويعيشها للأسف كل يوم. أخوي وأختي، مثل ما حكينا، الرسالة ممكن تسوي تغيير كبير بحياتنا، والتغيير يعتمد على نوع الرسالة والخبر اللي بيها. والشيطان عنده هواية رسائل مفشلة ومحبطة، والشيطان كل يوم وكل ساعة يدز لكل البشر رسائل يقول بيها ويقنع الناس للأسف بأنهم فعلا فاشلين وما بيهم أي فائدة، وأنه مصيرهم الموت ونار جهنم. والسبب لأنه الإنسان ضعيف ومليان خطايا ومعاصي، لذلك هو ضعيف وما يقدر يقاوم هالرسائل المحبطة. والشيطان يركز على هذا الشيء ويبدي يدز رسالة بعد رسالة لحد ما يخلي الإنسان يقتنع ويصدق كل أكاذيبه، ويبقى الإنسان فاشل ومهزوم بكل حياته، ويبدي يسوي أي شيء كنوع من النسيان أو الانتقام حتى يثبت لنفسه إنه مو فاشل ولا هو مهزوم، والنتيجة معروفة بدون ما نحكي بيها. أخوي وأختي، أكو رسالة واحدة موجهة إلك هسه، واللي تحمل بشارة حلوة وبيها الخبر الطيب اللي يطيب الخاطر والنفس. رسالة مليانة طياتها الأمل والرجاء والراحة والسعادة. تريد تاخذ هاي الرسالة الطيبة وتسأل من اللي دزها إلي؟ الجواب هي رسالة الله اللي أرسلها من زمان لكل البشر، وأرسلها إلك وإلي ولكل من دا يسمعنا هسه. ورسالة هي الإنجيل، ومعنى كلمة الإنجيل البشارة أو الخبر الجيد أو الخبر الطيب. والإنجيل يقول لكل إنسان عن البشارة بولادة المخلص وولادة الأمل والرجاء للناس اللي ما لهم رجاء أساسا. فالكتاب يقول فها أنا أبشركم بفرح، يعني على الأرض السلام والمسرة والفرح والخلاص. أقول لكل مستمعينا أكو رسالة مفرحة إلك اليوم، وبها أخبار أنت محتاج تسمعها وتفرح بيها. خبر اللي يرجع الحياة والمحبة إلك وتنال بها الخلاص. والرسالة هذه اللي تقول إلك الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت. أن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. يعني بدل ما نسمع لرسالة الشيطان اللي تموتنا وتخلينا نمرض ونتكأب ونحزن، نجي للرب ونسمع رسالته إلنا واللي كلها خير وبركة ونعمة ومليانة خلاص، وتخلصك من الرسائل المحبطة والمحزنة، تعطيك رجاء في الحياة، تعرف غلاوتك أنت عند الرب، وتصير تعرف غلاوتك عند الرب يسوع، وراح تصير خليقة جديدة مثل ما يقول الإنجيل. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت
هو ذا الكل قد صار جديدا. تريد تكون خليقة جديدة وتخلص من العتيق؟ تعال الرب وقول وصلي وارفع قلبك. يا رب، أريد رسالتك إلي، لأنه أني تعبت من رسائل الشيطان والناس. أريد يا رب أعيش الخلاص والسلام اللي من عندك. أريد حياتي تتغير وتصير مثل ما تريد أنت يا رب. كل شوق إنه أتغير وأصير شخص ناجح بفضلك. أدعوك يا رب تدخل حياتي وتبدي تغيرها وتطهرني من الخطايا وتغسلني بدمك يا رب يسوع. آمين. امسك في ايدي وخدني من ضعف الديل، ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل لي المسير. انا عارف اني بنعمتك هكون امير، وسط همي بنطرح قدام صليبك، عارف اني مش هكون الا حبيبك. وسط همي بنطرح قدام صليبك، عارف اني مش هكون الا حبيبك. واجي وانا كل خجل امسك في طوبك، شايف عيون مكتفاني امشي في طريقك. وسط الظلام لقيت ايدين تتمد لي، تمسح دموعي وتشفي كل اللي انجرح. وسط الظلام لقيت ايدين تتمد لي، تمسح دموعي وتشفي كل اللي انجرح. وانا كنت فاكر لسه وقت وتنجلي ظلمة حياتي واشوف وقت الفرح. امسك في ايدي وخدني من ضعفي بتقيل، ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل المسير. انا عارف اني بنعمتك هكون امين. عند الصليب مالية غير حبك وشوقك، وألف ايد تحنيني عايزاني اسيبك. عند الصليب مالية غير حبك وشوقك، وألف ايد تحنيني عايزاني اسيبك. واجي وانا مليان رجاء اني حبيبك، والمح حياتي وسيرتي واسمي منقوش في ايدك. امسك في ايدي وخدني من ضعفي بتقيل، ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل المسير. انا عارف اني بنعمتك هكون امير. يسوع بحبك انت اغلى ما في الوجود، واذبح مشيئتي وامرك انت اللي يسود. يسوع انت اغلى ما في الوجود، اذبح مشيئتي وامرك انت اللي يسود. وانا واثق اني في عينيك ماليش عيوب، عشان ده حبك ابتلع كل القيود. امسك في ايدي وخدني من ضعفي بتقيل، ارحمني واسمع لي اهات نفسي وشيل، خدني معاك في طريق وكمل للمسير. انا عارف اني بنعمتك هكون امين. امسك في ايدي وخدني
دعوتك هاك